نزرع لوبيا. كل سنة أنا حخلي وحدة حتى ترفع هنا فوق. هاي الفراولة الحمد لله. مرحبا، شلونكم؟ عساكم بخير. اليوم دا أشوف لكم أجمل ورد عندي هو اللاتيني أبو خنجر، كلش كثيف، يصعد يعني يصعد للسياج، وإذا بالقاع بعد ما تلاحقون عليه. قلت أشوف لكم هاي بذورة، هاي بذورة تيبس وتصير سوداء، تنجمع وتنزرع، كلش سهل إكثاره، وكلش يبقى تقريبا الشهر السادس تقريبا. والله أنا العام يعني بقى حتى عندي نبتة يعني بقت حافظت عليها، يعني وأكثر شي للسادس وينتهي من يصير الجو حار كلش. تقدرون تجمعون هاي بذورة وتزرعون بالشهر التاسع عاشر، ويبقى شتاء كله يكبر، وعلى تقريبا الواحد يورد. طبعا من 12 ورد. أجمل نبتة عندي بألوان هواية. هذا برتقالي عندي، هذا أصفر، هذا همين اللون الثاني أصفر، يعني الزارعة هواية. هاي كله أنا هواي خالقاني على مود النحل يجي عليه، يحب النحل هاي حبوب اللقاح به. لولو نزلي منه. أما زهرة الأليسيوم فموضوع ثاني وعالم ثاني. أجمل وردة تسمى وردة الشبكة أو زهرة العسل، لأن نحل عليه يجي. اللي عندهم مناحل هذه تفيدهم، هم أكثر شي يزرعوها. وردة كلش جميلة. أنا هنا زارعة بنفسجي وزارعة أبيض، يعني بس هو الأبيض عطره أكثر من البنفسجي، ريحته مثل العسل تخبل. هذا البنفسجي. استمر تزهيره الصيف كله لحد ما يجي البرد. احنا وياني حزرع ورد الناز، لأن يتدلى متدلي يصير همين حلو. أنا هم زارعة هنا بس حبدي أزرع متدلي. اليوم موضوعنا على الأليسيوم وعلى لاتينا أبو خنجر. إن شاء الله استفاديتوا شيء قليل، ولو أنتم إن شاء الله أكثر مني تعرفوا المعلومات، كلكم أساتذتي. ولهنا وأشوفكم على خير، مع ألف سلامة.